السلام عليكم. حاسس عندك شغل كتير ومش عارف تبدأ فيه منين؟ تعالى هقولك على حاجة اسمها اللو هانجينج فروتس. ايه دي؟ تعالى هقولك ايه اللي بيحصل. الفكرة بسيطة، هي انك تبدأ بالمهام الصغيرة اللي تلاقي نفسك بعد وقت قليل محقق اكبر كمية منها، لان ببساطة كده الانجاز الصغير بيخليك تكمل للانجاز الكبير. فلنفترض ان انا عدد البرتقال ده هو التاسكات اللي معايا، وانا مطلوب مني ان المدير يجي خلال دقيقتين مثلا يلاقيني لميت اكبر قدر منهم في العلبة دي. فالفكرة كلها هنا ان انا هبدأ الم من قدامي اللي ايدي واصله لها، احسن ما اقوم واجيب اللي بعيدة اللي ممكن تاخد وقت معايا اطول. بحيث ان انا مثلا لو المدير جالي بعد دقيقتين 3 لقاني فعلا انا خلصت اكتر من نصه. فلو في الشغل عندك 10 تاسكات مثلا، ابدأ باللي هياخد معاك 5 دقايق او اقل، زي ترد على ايميل، ترتب فايل، او تبدأ تصلح تفاصيل بسيطة. بعد كده هتحس انك خلصت حاجات كتير في وقت قليل، ودماغك هتساعدك انك تخلص الكبير واللي بعده واللي بعده. ودي طبعا طريقة كويسة جدا ان انت تزود بيها الانتاجية بتاعتك وتظهر تقدم بسرعة، وفي نفس الوقت تثبت نفسك في مكانك. فنصيحة، كل يوم الصبح اختار 3 حاجات سهلة وخلصهم الاول، وهتلاقي حرفيا كل يوم اتحسن. ولو الفكرة مش واضحة فحط قدامك شجرة فيها تفاح تحت وفوق، فانت عشان تجيب اللي فوق هتروح تجيب سلم عشان تجيبهم، لكن اللي قدامك هتشدهم بايدك على. هي دي ملخص فكرة اللو هانجينج فروت. بس كده وشكرا. انا عبد الرحمن نبيل، وده فيديو من سلسلة ايه اللي بيحصل. سلام.